هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في ساعة منتدى السبت اليوم 16 من يناير، ومعكم آمال علي لهذه الساعة التي سنبدأها بنشرة للأخبار. بعد ذلك ستتابعون حوار المنتدى، وفي هذا الحوار نستضيف الأستاذ بشير إسحاق، وهو السكرتير العام للحركة الفيدرالية الإريترية وعضو التحالف وعضو المجلس الوطني، وكذلك هو حاليا عضو الهيئة المنبثقة، هيئة الاتصالات المنبثقة عن ملتقى نيروبي. حاورناه في محاور عدة، منها مخرجات نيروبي، المعارضة، العمل نحو التغيير وأولويات وآليات التغيير. نتمنى لكم متابعة طيبة وأهلا بكم. وإلا ما يبناته يكون حلاي من جفر لا ما نحليا ومرتا ولد لذكي لحشوم قبايل ولد كرنتا ما يدعاري وكرنتا لما جراتي اكل حيلة يفضيك ولد كرنتا منازل جمال نايمة فأنا غضبة يتبرئ كلمة أماليكم خماج ولا كلام سعدادا هجرة للباب صاري فاضي على غضبة يتبرئ كلمة أماليكم خماج ولا كلام سعدادا هجرة للباب صاري شبكة ولا لبا ما تقرن وعجرة معديكو تشيشيتا يتعبروا عجلة حليم مدى الحلمو قالوا ليك خدي مسمرة قربت منه يتعلم وحكى الكل تعادل واللي بيعقل بيلين اكل اتني يتنسلم صبيك كاكو هكاينا كوما كاكو وحدا يعملكم لوكو وجريبك مصحلاي فوتك بالمقالة كزبات وكر العلاي دلح المدد والب وتوادد وبلاي وقب الشامات كموتو لبولة السراي صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء، استشهاد أحد مخططي عملية فورت البطولية المناضل آرون تدسي في المعتقل، وتوزيع منشورات تحذيرية في أحياء بالعاصمة أسمرة. تفاصيل الأخبار.
استشهد مؤخرا المناضل أرون تداسي أحد الناشطين والمشاركين في حركة 21 من يناير عام 2013، وذلك أثناء قضائه عقوبة مفتوحة بإحدى معتقلات النظام المنتشرة كالسرطان في مختلف بقاع الوطن. وكان النظام الاستبدادي قد اعتقل المئات من المسؤولين والقادة العسكريين عقب احتوائه للعملية البطولية التي استهدفت إحداث تغييرات جوهرية في السلطة وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني وتفعيل الدستور وتحقيق الديمقراطية، وكذلك إطلاق سراح المعتقلين. وكان من ضمن المعتقلين السيد عبد الله جابر مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية، والسيد أحمد الحاج علي وزير الطاقة والتعدين، وحاكم الإقليم الجنوبي السيد مصطفى نور حسين. المناضل أرون تدسي من أسرة مناضلة بما فيها والده وعدد من أشقائه، وعرف منذ فترة النضال بآرائه الجريئة وانحيازه للحق، وكان شديد المراس في الحفاظ على أهداف الثورة وتحقيق طموحات الشعب في الديمقراطية والعدالة. ويتحدث عنه معارفه عن انتقاداته الشديدة بعد التحرير لأسلوب تسيير الحكم وانعدام الأسس الديمقراطية في تمرير القرارات، كما لم يخفي غضبه من الاعتقالات التي طالت الكثير من الوطنيين الشرفاء الذين لم توجه لهم أي تهم أو يقدموا إلى محاكمة عادلة، وقد تم تجميده أو تكليفه بمهام هامشية في الهجدف أو الحكومة، وقد دفن في مراسيم بسيطة وسرية في قريته عدي تخالة حتى لا يلفت انتباه رفاق دربه ومناصير الحرية في داخل الوطن. وتتحدث التقارير الواردة إلينا من مصادرنا أن الوطنيين الذين اعتقلوا قبل 3 سنوات في معتقلات مختلفة يعانون الآن من أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وسوء التغذية، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية، وكثيرا ما شوهد العديد منهم في مستشفيات تحت حراسة مشددة لتلقي العلاج، ومن ضمنهم العميد عمر طويل قائد هيئة الأركان سابقا. قام ناشطون إريتريون مقيمون بداخل الوطن بتاريخ 10 من يناير الحالي بتوزيع منشورات في أنحاء متفرقة من العاصمة أسمرة، وتبشر المنشورات بالتغيير وتحذر القلة الذين يتعاونون مع النظام في ارتكاب جرائمه ضد الشعب والوطن. وقام الناشطون في الساعات الأولى من الصباح بتوزيع أعداد كبيرة من المنشورات في شارع الحرية، أكبر شوارع العاصمة أسمرة وأكثرها ازدحاما، وفي المنطقة المحيطة بوزارة التعليم وحي إندا مريم ومحطة الباصات بحي عداقة حموس. كما أوضحت مصادرنا أن عملية التوزيع تكللت بنجاح منقطع النظير لوصولها إلى أعداد كبيرة من المواطنين وانتشارها بينهم بسرعة فائقة، وأصبحت حديث المدينة حتى الآن. وتعتبر عملية التوزيع هذه مختلفة كما ونوعا عما سبقها من عمليات توزيع المنشورات في العاصمة أسمرة، لأنها أحيطت بتنظيم دقيق وانتشار واسع، واحتوت المنشورات على رسائل واضحة للأفراد الذين يتعاونون مع النظام الاستبدادي من أجل تحقيق مكاسب ذاتية وأنية ويشاركونه في ممارساته القمعية والاستبدادية، وتحذرهم من مغبة التمادي في غيهم، وعليهم تحمل تبعات ذلك بعد سقوط النظام وحدوث التغييرات المنشودة. كما بشرت المنشورات بقرب حدوث التغييرات وبشرت الشعب ببزوغ فجر الحرية والديمقراطية. نهاية النشرة. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حوار المنتدى. وفي حوار اليوم معي الأستاذ بشير إسحاق. والأستاذ بشير إسحاق هو سكرتير عام الحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية، رئيس اللجنة التحضيرية وعضو التحالف الديمقراطي الإريتري، وكذلك عضو المجلس الوطني، وحاليا هو أيضا عضو لجنة الاتصالات المؤقتة المنبثقة عن ملتقى نيروبي. والأستاذ بشير إسحاق له تاريخ طويل في الحركة الطلابية الإريترية، وانتمى إلى الحركة النضالية الإريترية عمليا في بداية السبعينات. يسعدنا أن ألتقي به اليوم في حوار المنتدى. أهلا وسهلا بك أستاذ بشير. أهلا وسهلا. أنا أيضا يسعدني أن ألتقي بك وأن أكون ضيفك في هذه الوسيلة النضالية صوت المنتدى الذي أستمع إليه وأستمع إلى كل برامجه. شكرا لك.
يا أهلا وسهلا. سنتناول معك محاور عدة أستاذ بشير، وسنتحدث فيها عن ملتقى نيروبي، وكما سنتحدث معك عن الحركة الفيدرالية، المجلس، المرحلة الانتقالية، رؤيتك للتغيير في إريتريا وبرامج العمل المشترك. وسأبدأ معك مع آخر حدث وهو ملتقى نيروبي، وأنت اليوم عضو اللجنة المؤقتة. هل حدثتنا عن هذه الخطوة؟ ماذا تعني لك يعني فكرة الملتقى الإريتري التشاوري في نيروبي؟ الملتقى أنا بعتقد كان خطوة إيجابية إلى الأمام وإضافة نوعية في عمل المعارضة الإريترية، لأن المعارضة الإريترية ظلت في غالبيتها تنتمي تنظيماتها إلى جبهة التحرير الإريترية في غالبيتها، ثم أضيفت إليهم بعض الشخصيات الوطنية التي انشقت عن الجبهة الشعبية، لكن الطابع العام كان أن هذه هي المعارضة القديمة التي عارضت الجبهة الشعبية بعد جبهة التحرير الإريترية، وظلت تعارض الجبهة الشعبية إلى في فترة ما بعد الاستقلال. اليوم هذه الخطوة تعتبر تقريبا هي اختراق للتكوين السياسي الإريتري بين جبهة وشعب. ربما تعتبر هذه الخطوة هي اختراق لهذه المسألة، وبالتالي لقاء كل المعارضين الإريتريين في آملا أن نلتقي في مظلة واحدة أو في جبهة واحدة، أو نعمل عمل مشترك ببرنامج واحد تجاه إسقاط هذا النظام. نعم، يعني أنت ترى أن في ملتقى نيروبي تنوع أكبر من ما كان عليه في ما قبل نيروبي مثلا؟ بالضبط هذا ما أقصده. أغلب المنتمين للمنتدى الإريتري أو لمدرك الذين التقينا بهم مثلا في نيروبي لا نعرفهم قبل هذا، كانوا ينتمون للجبهة الشعبية، كانوا جزءا من الحكومة الإريترية، جزءا من هذه السلطة، فانسلخوا عنها احتجاجا على ممارساتها. أما الأغلبية من المعارضة الإريترية الأخرى فهي أصلا من البداية لم تنتمي للجبهة الشعبية، ومن ثم أيضا لم تعمل في الحكومة الإريترية ولم تقبل في الفترة ما بعد الاستقلال، وظلت معارضة. وبالتالي هذا كان هي نقلة نوعية على ما أعتقد أنا لاكتمال أطراف المعارضة. وأيضا هؤلاء الناس الذين حضروا كان منهم مثلا حزب الشعب أيضا الذي فارق التحالف الديمقراطي الإريتري، وكذلك لم يشارك في تأسيس المجلس الوطني. سأتحدث معك بالتفصيل عن اللجنة المنبثقة عن ملتقى نيروبي، ولكن قبل ذلك، وبحكم أنك يعني حضرت ملتقى نيروبي ممثلا للحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية وقدمت ورقة هناك، دعنا نعود قليلا إلى هذه الورقة. يعني قدمت أنت ورقة وتحدثت فيها عن أشياء كثيرة، منها الوحدة الوطنية ومبادئ مرتكزات النضال المرحلي، تحدثت عن المرحلة الانتقالية وما إلى ذلك. إذا عدنا إلى المحاور الأساسية في الطرح الذي تقدمتم به، هل لنا أن نلقي نظرة عامة في البداية عن هذه المحاور ونسمعها منك بالتحديد؟ نعم، الورقة في جملتها ربما حاولت أن أظهر فيها أنه لابد أن يكون هناك في عمل المعارضة وتفكيرها يجب أن يكون هناك نقلة، بمعنى أن يكون هناك بارادايم شيفت زي ما يقول على، أو يعني إعادة التفكير في طريقة عملنا، في طريقة تفكيرنا. وكنت الورقة تنطلق أصلا إن هناك المانع، كنت أحاول أن أجد ما هو السبب أن المعارضة لا تتفق فيما بينها، وأيضا ما هو السبب أن لا تجمع
المنظمات كلها من منظمات المجتمع المدني والتنظيمات في إطار برنامج واحد ما هو سبب. فكنت أحاول أن أقول إنه المجتمع الإريتري معروف عنه إنه هناك شكوك مبنية على المكونات الاجتماعية. فمثلا لو أخذناها سياسيا، التنظيمات السياسية التي عارضت تنظيم الجبهة الشعبية ولم يشركها هذا التنظيم في السلطة بعد الاستقلال في إريتريا، ولم يشركها في بناء البلد، وظلت هي معارضة، تخاف من أي ترميم في داخل هذا النظام سيطيل عمر هذا النظام. نعم. وأيضا من الجانب الآخر هؤلاء العناصر اللي كانوا في جبهة شعبية واللي كانوا مشاركين في السلطة، واتضح لهم فيما بعد إنه الجبهة الشعبية استولى عليها رجل واحد واستولت على حزب واحد، وبالتالي عايزين التغيير. أيضا يخافوا إنه أي عملية تغيير كاملة بتستهدفهم أو بتستهدف إنجازاتهم في الجبهة الشعبية. نعم. فأنا كنت أحاول أقول إنه لابد أن نتفهم نحن هذا المخاوف، وبالتالي يجب أن نجد حلول لها. نعم، ولكن قبل أن نخوض يعني أكثر في هذا الموضوع، يعني مسألة الوحدة الوطنية يعني وأنت طرحتها وأنا لفتت نظري بشكل كبير، كونها أيضا يعني هي مثار جدل كبير على مستوى الساحة المعارضة. هناك إحباط كبير من مفهوم الوحدة الوطنية، وأحببت أن أتحدث معك في هذه النقطة بالتحديد لأنك طرحتها في ورقتك. يعني ما هو المفهوم الذي نريد ترسيخه اليوم في هذه المقاومة عندما نتكلم عن الوحدة الوطنية، وخاصة أن النظام أنهك هذا المفهوم يعني واستهلكه؟ نعم. ما حاولت أقوله في الورقة هو إن الوحدة الوطنية لا تعني جمع عدد من التنظيمات وعدد من الافراد في بوتقه واحده وبالتالي نعتبرها، بل انا كنت اقول ان الوحده الوطنيه هي وحده نوعيه. نعم. هي نحن وحده لمناضلين اريتريين يريدون التغيير في اريتريا، وليست هو 1 زائد 2 زائد 3. وبالتالي ممكن أن لا ننظر إلى الوحدة الوطنية الإريترية وأن كل اليوم من ينادي أو يعتبر أنه ضد الجبهة الشعبية عنده موقف أو يعني ليس جمع لمكونات وليس جمع لكيانات، بل إنما هي وحدة نوعية لشيئين، فكر وعمل. ده اللي أنا حاولت أقول. أيضا أريد أن أسألك، يعني اليوم نحن نتحدث عن التغيير وعن مرتكزات التغيير وعن التحول الديمقراطي، ولكن هناك دائما إشكالية عندما نطرح كيف يمكن أن يعني نصور التغيير للشعب الإريتري. ما هو التغيير الذي ننشده وما هي آلية التغيير ضمن المشروع الوطني؟ هذا الوطن الإريتري ساهم كل الإريتريين في دفع الثمن أو استحقاقات هذا الاستقلال الوطني الذي أنجز. على ما أعتقد أنا ما ننشده بدون أن نهدم هذا الصرح لإريتريا المستقلة الذي بني. كيف يمكن أن نقوم بعملية ديمقراطية النظام، ديمقراطية الحكم في إريتريا، وبالتالي إرساء العدالة والديمقراطية في إريتريا. نعم. فده تقريبا المفهوم المنشود، بمعنى إنه بدون نحن قد حققنا استقلال وطني ناضلنا من أجله، وناضلت أجله مش جيل واحد، أجيال متعددة، وقد تم تحقيق هذه المسألة. ولكن للأسف الشديد نتائج هذا الاستقلال أو ثمار هذا الاستقلال لم يجنيه الشعب الإريتري. فكيف نحافظ على هذه الشجرة التي قامت وفي نفس الوقت نقطف ثمار هذا الاستقلال ديمقراطية وسلاما وعدلا ورخاء؟ ده هو فالخوف الموجود إننا في البحث عن ثمرة هذا الاستقلال أن لا
أن لا نقطع هذه الشجرة أو لا نسقط هذه الشجرة، أن لا نعم، نجري غصون هذه نعم، الشجرة. ولكن هذا هو عمليًا عندما نتحدث عن آليات التغيير، يعني الآن الكل متفق على التغيير والكل يطمح إلى التغيير ومستعد، يعني العمل المقاوم، الجماهير الإريترية في الداخل، الشعب الإريتري في المهجر، الكل مهيأ ويطمح ومستعد للتغيير وللمشاركة في التغيير ودعم التغيير. ولكن يعني الآليات العملية على أرض الواقع، يعني بناء على ما تحدثتم فيه في نيروبي، وكان تجمع لعدد لا بأس به من قوى المعارضة أو المقاومة الإريترية، ما هي الآليات العملية التي تساعد على الدفع نحو التغيير؟ أولا هي إكمال الوحدة الوطنية لكل العاملين في المقاومة الإريترية، إكمال وحدتهم، توحيد كلمتهم، وتوحيد العمل الموجه ضد هذا النظام. هذا الأداة الأولى أولا. ثم الازدحام بالجماهير الإريترية في الخارج والداخل بالتحديد بالداخل، ثم اتباع كل الوسائل الممكنة للإتيان بالتغيير الديمقراطي. من ضمن الوسائل ممكن أن يكون هناك ضغط جماهيري شعبي على هذا النظام، ممكن أن يكون هناك السيان المدني إذا تم الترتيب له، يمكن أن يكون أيضا ضغط دبلوماسي، إيجاد ضغط دبلوماسي والاستعانة بالعالم الحر للضغوط على هذا النظام حتى يرجع عن ما يقوم به. أيضا هو التنظيم الجيد، الإعلام وسيلة من وسائل الضغط على هذا النظام. إذن الوسائل ليست وسيلة واحدة، بل إنما هناك وسائل كثيرة جدا. نعم. بالتأكيد الوسيلة الحوار الديمقراطي، وسيلة الحوار، إجبار هذا النظام للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وأيضا إرساء منطق الحوار بين قوى المقاومة، يمكن ده هو أسهل وأقرب طريق وأرخص إنك أنت ممكن أن تفكر. نعم. نعم. في وسائل ممكن يلجأ لها آخرين، وسائل العمل العسكري أو وسائل أخرى ممكن أن يلجأ لها الآخر، ولكن لكل بلد له ظروفه. في الوقت الحالي بالنسبة لإريتريا أقرب طريق للوصول إلى إسقاط هذا النظام هو توحيد الشعب الإريتري حول هذه المعارضة الإريترية، وفي كيان جامع يجمع كل المعارضة الإريترية ويدعمه الشعب الإريتري. هذا هو الوسيلة. نعم، بالتأكيد. هنا تحدثت أيضا في الورقة عن أن تنظم يعني العلاقة بين القوى السياسية، وأن يعني يكون هناك نوع من واجهة سياسية واحدة لقوى المعارضة يجري من خلالها مخاطبة العالم الخارجي. ماذا تعني بالضبط عندما تقول أو تقولون أنتم في الحركة الفيدرالية بإقامة واجهة سياسية واحدة لقوى المعارضة؟ كيف يمكن أن نفهم ذلك عمليا؟ الفكرة واضحة. نحن في الحركة الفيدرالية الديمقراطية وكثير من القوى الأخرى التي عملنا معها، عملنا في الأعوام القليلة الماضية إقامة المجلس الوطني الديمقراطي. أسميناه المجلس الوطني الديمقراطي، وهو تآلف بتاع تنظيمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني وأفراد وواجهات مجتمع مدني في بوتقة واحدة، تقريبا كادوا أن يمثلوا الشعب الإريتري بكلياته وبكل تكوينه. شيء شبيه بهذا، ونحن نعتقد أن المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي يمكن هو صح، قد جرت فيه بعض الأشياء، قد جرى هناك في داخله كثير من الأخطاء وتعثر، ولكن نعتقد الفكرة هي صحيحة، أن تكون هناك واجهة توحد الخطاب السياسي للمعارضين الإريتريين، سواء كان الخطاب السياسي الموجه تجاه الجماهير أو الخطاب السياسي اللي ممكن أن نكسب به أو واجهة التي نكسب بها تعاطف المجتمع الدولي والدعم الدولي. هذا ما أقول أن نتآلف إطار حد في المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي.
ولكن هنا يعني هذا الكلام جميل بشكل نظري، وسأكون معك صريحة واسمح لي، ولكن عمليا أثبتت تجربة المجلس أنها يعني للأسف يعني تجربة يعني فشلت إلى الآن إلى أن تكون بمستوى التوقعات وبمستوى المهام وبمستوى ما يعني الفكرة، فكرة التوحيد والسير نحو يعني الشكل العملي لإنجاز المهام في دعم عملية التغيير. يعني حتى الآن لم يستطع المجلس أن يعقد مؤتمره الثاني، وهناك الكثير من الخلافات ونسمع الكثير من هذه الأشياء. فبالتالي يعني أين الخلل بين ما هو نظري وجميل ونتفق عليه جميعا وبين الواقع الذي هو محبط بصراحة؟ أين المشكلة؟ أين الخلل؟ الواقع نعم. الفرق حقيقة هو هو مثل الشخص الذي يتناول الدواء. إذا كان لا يوجد هناك طبيب ماهر أو صيدلاني ماهر يحدد الجرعة اللي أنت تأخذها من هذا الدواء، ربما يسبب لك إشكاليات هذا الدواء. نحن في المعارضة الأوروبية حاولنا أن نطبق هذه الفكرة، ربما قد أخطأنا هنا وهناك، إما في زيادة الطموح وعدم توافقه مع الواقع. ربما البعض بعدما قام المجلس الوطني قد اعتبره برلمانا إريتريا، بل البعض أنا بذكر اعتقد أن المكتب التنفيذي الذي كان بعد مؤتمر أواس اعتبره بحكومة إريتريا في المنطقة. إذن مفهوم الناس أو طموحات الناس لهذا الجسم اللي قام ما كان واحد. وأنا بعتقد أنه نحن كإريتريين لأول مرة لو رجعنا قليلا إلى الوراء وقرأنا حتى فترة الثورة أو حتى قبل فترة الثورة، مثلا لو قرأنا أنه القوى السياسية ما حصل في زمن من الأزمان أنه توحدت كل القوى السياسية في إطار واحد في اتجاه عمل شيء معين. في أيام الثورة الإريترية منذ البداية تشرذمت الثورة الإريترية، فكانت هناك تيارات وتنظيمات مختلفة لم تستطيع أن تصل إلى برنامج الحد الأدنى. وأيضا أيام الرابطة الإسلامية وغيرها كانت تشرذمات. إذن يعني الفكرة جديدة وغير وصعب أنه يعني تطبق على الواقع لأنه فكرة جديدة وغير مألوفة، أو أن هناك يعني مصالح أو صراعات جانبية تخل بالفكرة. يعني يعني ليس مبرر أن الفكرة جديدة، لأنه إذا الناس تتفق على المبادئ وبرنامج الحد الأدنى ما الذي يمنع من أن نخوض في مرحلة ما بعد الاتفاق على الحد الأدنى؟ نعم، كون التجربة الجديدة لا يمنع تطبيقها في الواقع، ولكن فهم هذه التجربة أنت عندما يطرح رأي وعندما يجمع الناس في شيء واحد، مفهوم الناس لهذا الجسم الجديد إذا ما في توافق عليه، بعدين ما نحن ننسى شيء واحد، نحن في حالة استثنائية. هذا النظام بيتأسس في الخارج، خارج إريتريا، وكما واجهنا أنا وأنت اليوم في الإنترنت صعوبة لترتيب أوضاعنا سواء كان بالنت أو بجهاز نتكلم بالضبط زي ما حصل كده بيحصل المعارضة كده. المعارضة موجودة في أوطان مختلفة في بلاد متباعدة من أستراليا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى في كل بلد في أماكن مختلفة تعيش في بيئات مختلفة لها هموم غير الهموم الوطنية الإريترية. فبالتالي أن تختلف منها أو نوع من التواصل، مسألة التواصل ما بين هؤلاء الناس بحيث يتخلق رأي واحد تجمع عليه الناس صار صعب. وأي طموحات الناس بتختلف. رؤى الناس حول هذا المجلس تختلف. إذن أنا لا أعتقد أن هذا الفكرة غير قابلة للتطبيق، ولكن تطبيقها يكون صعبا بصعوبة. نعم، يعني عوامل نستطيع أن نقول عنها عوامل لوجستية، عوامل إنه الناس جات من خلفيات لتنظيمات مختلفة بالتأكيد.
الجمعيات الشعبية، الجبهة، تنظيمات كانت متناحرة متقاتلة متدابرة، أن تجمعها في حتة واحدة. عناصر كثيرة جدا فارقت الساحة الإريترية من زمن طويل، وتأثرت بأفكار وآراء مختلفة نعم، تتضارب في بالتأكيد. من جاء من الشرق الأوسط، من بلدان يسمح فيها أو لا يسمح فيها العمل السياسي النضالي. فالناس تعرضت لتيارات مختلفة، فلما تجمعها كلها في حتة واحدة من الطبيعي جدا أن يحصل ما حصل. أنا متفائل، أقول إن الفكرة قابلة للتطبيق. إقامة مظلة جامعة للإريتريين قابلة للتطبيق، ولكنها تصعب ونحن نتعلم، وربما نحن نتعلم in painful way، يعني بطريقة مؤلمة نتعلم، ولكننا نتعلم. ربما نتعلم ببطء ولكننا نعم، نتعلم. بالتأكيد. أنا لست مع الذين ييأسون في دورة واحدة ولا في عام واحد، والله ما اشتغل وخلاص الفكرة فاشلة. أنا لست مع هؤلاء. نعم. أنا أقول إنه نحن نصبر ونقول إنه التجربة بتاعتنا في خلال سنتين في عمر الشعب الإريتري ليست هي مسألة طويلة جدا، ونحن إريتري النظام ونحن كلنا جينا من بيئة واحدة، وبالتالي مسألة إنه نحن كإريتريين نتعسر للوصول إلى طريق واحد نجمع عليه، طريق جامع ويكون للإنقاذ البلد. أنا أعتقد الزمن ده ما كثير. نعم، دعني أعود بك يعني بشكل عملي لكي يستفيد المستمع أكثر من هذا الحوار. يعني أعود بك إلى الخطوات العملية. نعود إلى ملتقى نيروبي، وكنا نتحدث عن أنك اليوم عضو في اللجنة المنبثقة عن ملتقى الحوار، حوار التشاوري في نيروبي، وهي لجنة مؤقتة. دعنا نتحدث قليلا. أنا التقيت مع بعض الشخصيات التي شاركت في هذا الملتقى، ولكن لم نتحدث عن عمل اللجنة، ويسعدني اليوم أن تكون أنت عضو اللجنة وتتحدث معنا عن مهام هذه اللجنة، يعني أو الهيئة. كيف ما هي المرتكزات الأساسية لقيام هذه الهيئة؟ لماذا؟ وكيف ستعمل؟ ما هي أولوياتها؟ نعم، أنا أولا أريد أن أوضح شيء. تفضل. الدعوة إلى نيروبي تمت من قبل مجموعة المنتدى اللي هي من مجموعة مطرح، هم الذين تكرموا بالدعوة إلى اجتماع نيروبي. نعم. كان على الآخرين إما أن يقبلوا أو أن يرفضوا. فأنا أريد أن أوضح. أولا تعذر أن يتخذ قرار واحد من داخل المجلس لقبول هذه الدعوة أو رفض. وأكون معك صريح، كان هناك البعض يعتقد أنه هذه الدعوة الغرض منه هو لقتل المجلس الوطني وإيجاد بديل آخر له، بدعوى أنه الناس فشلت وفي هناك تعثر وفي هناك عدم. البعض الآخر كان يرى لا، ربما هذه الدعوة تقوي هذا المجلس، وربما يكون فيها دعم لهذا المجلس، وربما لو جاء آخرون يمكن هم ما جزء من هذه اللعبة، وبالتالي لو فاهموا مع الآخرين ربما الوضع يكون أفضل. نعم. فده الموقف. أنت نعم. ماذا كانت رؤيتك أنت بشير إسحاق في هذا الموضوع بالتحديد؟ هل كانت يعني لسحب البساط كما يقال أم تقوية المعارضة؟ أنا كنت أرى كان هناك الكثير مما يقال. هؤلاء هم شعبية وهؤلاء هم قريبين للنظام. نعم. أنا كنت أرى أنه أولا إريتريا بحكم تكوينها وتركيبتها طرف واحد لا يستطيع أن يقوم بالتغيير، ولا يقوم أيضا طرف واحد بحكم. الجبهة الشعبية حاولت من طرف واحد حكم إريتريا والسير بها ولم تستطيع. المعارضة أيضا بدعوات لإسقاط هذا النظام وتجاوزه تماما واطلاع من جذوره وما قدرت تعمل. أنا كنت بشوف إنه طالما إريتريا هذا هي شراكة
بيننا جميعا من كان في الجبهة الشعبية أو من كان في الاتجاه، يوما من الأيام لابد أن نلتقي ونجلس مع بعض إذا كنا نحن نريد أن نبني إريتريا بتوافق فيما بيننا، إريتريا ديمقراطية تسعنا جميعا. فبالتالي الجلوس مع من كان ينتمي للجبهة الشعبية إنه الإريتريين لابد أن يجلسوا في طاولة واحدة وهم مختلفون. فبالتالي استعجال هذه المسألة لا بد منها يعني. فأنا كنت بشوف إنه هذا الطريق لا بد لنا أن نسير، وهو طريق حتمي في التاريخ الإريتري، وبالتالي لماذا لا نسير عليه؟ نعم إذا أيضا كانت أيضا هنا أريد يعني أن أدعم كلامك بقول، يعني في الأسبوع الماضي أو قبل الماضي التقينا بالأستاذ محي الدين شقب، وهو من المنظمين لملتقى حوار نيروبي ومن مؤسسي ما يعرف بالمدرخ، وقال لا يوجد ما يسمى بالجبهة الشعبية الآن، يعني ما في حاجة اسمها جبهة شعبية. فبالتالي ملتقى نيروبي وإن كانوا الناس بينتموا للتجربة دي، بس عمليا ما في حاجة اسمها جبهة شعبية. هذا صحيح. أنا بتحدث عن عدم الثقة والشكوك الموجود في الواقع بالتأكيد. هناك توجس ناتج عن دم الجلوس معا والتحدث إلى بعضنا البعض والاستماع إلى بعض. نعم بالتأكيد. إذن يعني ننتقل الآن إلى مهام الهيئة. كيف ستعملون؟ ما هي أولوياتكم؟ أولا الهيئة مهامها محدودة في التنسيق بين من حضروا سمينار نيروبي. هو التنسيق، لأنه بعد ما جلسنا معا وتحدث كل واحد قال الرأي اللي هو يشوفه، نحن وصلنا إلى خلاصة في نيروبي، واللي هي ما ناقشناها، لكن وصلنا إلى خلاصة إنه هذه المعارضة الإريترية ممكن أن تتجمع في مظلة واحدة، أو كما أنا طرحت في واجهة واحدة تمثلها سياسيا ودبلوماسيا وتقوم بما هو ضروري لتحقيق طموحات الشعب. إذن كيف يمكن العمل المشترك؟ ما هي الوسائل اللي أنت طرحتيها؟ ما هي وسائل التي تجمعنا معا في برنامج حد الأدنى للجلوس معا؟ هل هو المجلس الوطني؟ هل هو بديل للمجلس الوطني؟ ما هو الطريق؟ لا، دي نقطة واحدة. النقطة الثانية اللي نحن وصلنا لها، وإذا قلنا دي نحن نكتب عنها ونتناقش عنها في اجتماع قادم. النقطة الثانية كانت إنه طالما نحن قلنا إنه المعارضة الإريترية دي لازم تتفق في إطار برنامج واحد، قلنا المرحلة الانتقالية في إريتريا أولا قبل المرحلة كيف يمكن إسقاط النظام؟ ما هي الوسائل؟ السؤال اللي أنت سألتيه، ما في واحد لوحده يملك جواب على هذه المسألة، وحتى لو ملك ربما يتم تناقض بينه وبين الآخر. فقلنا نتفق على الوسيلة الناجعة أو على الوسائل الناجعة لإسقاط هذا النظام بصفة مشتركة. اتفقتوا على وسائل ناجعة مثلا؟ نعم، الاتفاق على وسائل. أولا كيف نوحد نفسنا وما هو الطريق الذي يوحدنا أن نعمل سويا. اثنين، ما هي الوسائل التي تمكننا من إسقاط هذا النظام أو دور كل واحد مننا في تلك الوسائل. هل هي وسيلة واحدة؟ هي وسائل متعددة؟ فلنتفق عليها وتركناها هكذا. النقطة الثانية، قلنا بعد سقوط النظام في حواجز. نحن نعتقد إنه الكثير من الناس يعتقدون إنه لو هذا النظام حصل فيه شيء ربما إريتريا تتعرض لخطر. إما تتعرض لخطر داخلي، اقتتال واحتلال داخلي، إما تتعرض لأشياء أخرى، تأثيرات خارجية. وبالتالي نحن قلنا لا بد أن نجنب هذه البلاد، نغير النظام، ولكن نجنب هذه البلاد أي خطر من أي نوع كان في المرحلة الانتقالية إلى يتمكن الشعب الإريتري من بناء مؤسساته الديمقراطية. إذا قلنا هذه النقاط الثلاث لا بد أن نجودها جيدا، ومن ثم تجلس عليها هذه القوى التي حضرت نيروبي وغيرها من القوى إذا كانت ترغب أو ترى إنه لا بد من أن تساهم في هذه المسألة. يعني كونت لجنة للتنسيق هذه القوى اللي حضرت نيروبي للتحدث عن هذه المسألة في تاريخ لاحق.
نعم. هذه هي مهمتها لا أكثر ولا أقل. نعم. يعني طبعا يعني أعذرني لأني أريد أن أتحدث معك في محاور عدة أخرى، ولكن قبل أن نختم محور نيروبي أريد أن أسألك، يعني هناك تنظيمات سياسية كثيرة، يعني على حسب ما لدي من الإحصائيات 34 تنظيما على حسب قائمة أواسا، ويقال أن هناك تنظيمات لا يتجاوز عدد أعضائها أصابع اليد، يعني ليست تنظيمات بمعنى الكلمة بحكم العدد، ولكنها تنظيمات، يعني كم واحد بيتجمعوا ويسموا نفسهم تنظيم وكذا. يعني كيف ستنسقون مع هذه التنظيمات؟ على أي أساس؟ يعني هل هذا التنظيم صالح إنه أنا أنسق معه؟ هل له وجود؟ يعني ما هي ال الوسيلة التي تساعدكم على تصنيف التنظيمات التي ستنسقون معها؟ باختصار لأننا سننتقل إلى محاور أخرى. نعم، هذه المعضلة واجهت المعارضة الإنجليزية من تأسيس التجمع الوطني، ومن ثم التحالف الديمقراطي، ومن ثم المجلس الوطني. نعم. فلا بد من وضع معايير، لا بد من وضع معايير، ولكن إلى الآن من الذي يربط الجرس في عنق القط؟ نعم. هذا هو من الذي يستطيع أن يقول هذا أنت لست تنظيم أو أنت بعدد. هذا في إشكاليات، ولكن نحن نعتقد في مرحلة معينة في المجلس الوطني لا بد لنا من الوصول إلى هذه المسألة، والوصول أيضا إلى توافق حوله وتفاهم مشترك حول هذا الموضوع. نعم. نعم. جميل. إذا دعنا ننتقل إلى محور آخر، وهو محور التغيير في إريتريا. وهنا أود يعني أيضا أعود يعني إلى صفتك المباشرة، كونك سكرتير عام للحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية. أريد منك أن تعطيني رؤيتك ورؤية الحركة في التغيير داخل إريتريا بناء على ما يحدث في إريتريا الآن. النظام في قمة تعسفه وفي قمة يعني تسلطه واستبداده وعدوانه، ولكنه ما زال موجودا. كيف ترون إلى التغيير في إريتريا؟ التغيير هو حتما الشعب هو صاحب السلطة العليا الذي يسقط أو ينصب حكومة. ده من الناحية النظرية في أي مكان، وبالتأكيد نحن كقوة سياسية بين هذه القوى السياسية نريد إقامة نظام ديمقراطي تعددي في إريتريا، وهذا لا يتم من خلال مثلا وسائل عنفية، وسائل عسكرية، انقلابات وغير ذلك. ربما يكون الثمن أغلى للوصول، ولكن لكل حدث حديث إذا كان إسقاط هذا النظام بالوسائل الشعبية، بالوسائل الجماهيرية غير ممكن، فربما تكون في وسائل أخرى من ضمنها زي ما أنا ذكرت إبقاء هذا النظام من خلال الصيام المدني، إبقاء هذا النظام من خلال الضغط عليه في الوسائل الاقتصادية، من خلال العمل الدبلوماسي، من خلال حصاره بوسائل كثيرة. ولكن العامل الحاسم والأكبر هو حزمه عن الجماهير الإريترية، ومن ثم إفقاده لمبرر وجود، سحب البساط منه حتى يفقد مبرر لوجوده، بمعنى أنه العمل إلى القوى التي تدعم. إذا رأينا في إريتريا من هي القوى التي تدعم، النظام اليوم لا توجد له أي جماهيرية شعبية، يعتمد على الوسائل الأمنية والعسكرية السلطة، ويعتمد أيضا على مجموعة بسيطة جدا من العناصر ترتزق من إريتريا، إذا قوة المال وقوة السلاح والأمن والقمع هو اللي إذن توجيه كل قوى لإسقاط هذه المؤسسات وتخليها تتآكل من الداخل هو الحل الوحيد أن وبالتالي الالتحام بجماهير الداخل ولكن هذا already يعني موجود على أرض الواقع. الجماهير ليست في صف النظام، وهناك خلل كبير حاصل على مستوى العلاقة بين الشعب والنظام، والقهر الذي يعاني منه الشعب وصل إلى حده يعني الأقصى. هل هناك سيناريوهات متخيلة غير هذا السيناريو الذي يعني هو يعني يكون بشكل طبيعي إضعاف النظام من خلال إضعاف المؤسسات وإبعاد الجمهور عنه أو الشعب؟ في بداية تكوين المجلس بعد أواسا
تم تكوين لجنة ووضعت سيناريوهات على ما أعتقد 11 سيناريو لإسقاط هذا النظام. الكل له يعني الكل كان بفحوى ال 11 سيناريو كل له مثلا جوانب سلبيه وجوانب ايجابيه. البعض ممكن والبعض ربما يكون منه نظري، ولكن في مجمله انا اجمله في حاله واحده، انه الجماهير الامريكيه الشعب ووعيه بقضايا وحذر هذا النظام هو الحل الاساسي والرئيسي، وهذا حاصل. ولكن اي جمهور ما منظم فهو لا قدرة له، لا أنياب له. أنياب أي جمهور هو أن يكون التنظيم والتأطير والتأهيل النظري هو الأداة الوحيدة اللي تجعل هذه الجماهير لها أنياب وتحمل وتحقق إرادتها. لكن إذا كان هذا الجمهور جمهور واسع ولكنه غلام غير منظم أو واقع في خلافات أو مسلوب الإرادة نتيجة هذا الخوف، يجب إزالة الخوف من داخله، يجب بناء الثقة، ويجب التنظيم يجب الأول تنظيم هذه الجماهير وتأطيرها في الداخل لكي تحمل ما يمكن أن احتمال تكون زي ما انت ذكرتي هبة جماهيرية عارمة، احتمال تكون تأخذ أشكال مختلفة والوسط كثيرة ومتوفرة. نعم بالتأكيد. دعني سريعا أيضا أدخل إلى محور آخر، وهو أنكم في يعني الحركة الفيدرالية وفي المجلس وفي المعارضة يعني التي شهدناها إلى الآن تعملون من داخل إثيوبيا. أريد أن أعرج بشكل سريع وواضح إلى العلاقة الإثيوبية مع المقاومة أو العمل المعارض الإريتري، كيف تراها اليوم؟ وخصوصا أن هناك كان جدل كبير حول أننا لا نريد تدخل خارجي لحل قضايانا كشعب إريتري معارض مع هذا النظام، لأن النظام يستغل هذه الورقة أيضا. نعم، أولا في حقائق يجب أن تذكر. أي دولة سواء كانت إريتريا إثيوبيا لها مصالح ولها أجنداتها الخاصة. إثيوبيا ليست استثناء من هذه المسألة. استضافت إثيوبيا المعارضة الإريترية بعد أن تم خلاف بين النظامين في البلدين، وطبيعي جدا إنه كل بلد بدأ يستعين بالمعارضة بتاعت النظام الآخر لتحقيق الأجندات بتاعه أو لتحقيق ما يراه هي مصالحه في البلد الآخر. هذا هو الحقائق معروفة، وما ممكن دول أن يكتب بحث ثاني حول المسائل هذه. ولكن المسألة تكون يعني متروكة لهذه القوى اللي يريد أن يستفيد من خلال مهما كانت هذه الأجندات وهذه المصالح لهذا الطرف أو ذاك. الطرف الآخر اللي هو في هذا الحال المعارضة في إثيوبيا. إثيوبيا بالتأكيد ربما تريد إسقاط هذا النظام، لأنه زي ما ذكر لنا نحن في بداية بعد دخولنا لإثيوبيا مثلا رئيس الوزراء الإثيوبي ملك زيناوي كان بيقول حتى لو كان قرد يحكم في إثيوبيا فنحن لا نحدد إن كان سيحكمكم قردا أم بني آدم. نحن لكن مهما حكمكم ومن حكمكم لا يرمينا بحجر. شرطنا هو أن لا يرمينا بحجر. إذا كانت العلاقة جيدة فلنبني علاقة تعاون مشترك، وإذا كانت العلاقة سيئة فليكف الأذى عننا ولا يرمينا بحجر. هذا هو شرطنا. إذا توفر لنا هذا الشرط ووجد هناك نظام لا يشكل خطرا على أمننا القومي الوطني وعلى مصالحنا، فنحن لا ندعمكم من أجل أنكم أخواننا. أو ماذا عن الأمن القومي الإريتري الذي تقول الحكومة الإريترية أو نظام السياسي أنه مهدد من قبل إثيوبيا؟ كيف نرد عليه؟ يعني نحن نعتقد نعم الأمن القومي الإريتري مهدد، ولكن أول من يهدده هو هذا النظام القائم. يعرض هذا البلد ويعريها من وسائل القوى، يعرض هذا البلد لأخطار سواء كانت من أي جهة كانت. يعرضها أولا للتفتيت الداخلي، يعرضها للاحتراب الداخلي، يعرضها للإفقار،
يعرضها من سلب إرادتها وقدرتها، وبالتالي تكون إريتريا فعلا أمنها لهم. إذا كان المواطن الإريتري جعان فشعب جعان لا يملك وسائل الحفاظ على أمنه نعم. القومي. إذا كان شعب يعتدي على جيرانه ويثير الفتن والحروب فلا يحافظ أيضا على أرضه. إذا كان هو يحتل أراضي الغير ويعتدي على الغير فلا بد الغير أن يعتدي عليه أيضا. بالتأكيد. نعم. فنحن نرى أنه النظام الإرثي هو المهدد. هذا لا ينفي أنه هناك مهددات أخرى عالمية إقليمية، لكن تلك المهددات لا تأتي إلا في حالة ضعف إريتريا، ضعفها من خلال النظام الدكتاتوري القطاعي. نعم. هسه إريتريا اليوم أضعف اقتصاديا، بالتأكيد. أضعف في كل المجالات، وبالتالي الشخص الضعيف يكون عرضة للأمراض كافة. نعم. نعم. وإريتريا الضعيفة بحكم أن هذا النظام تكون أيضا عرضة للمسألة. أما وجود المعارضة في إثيوبيا وعمله هو تتقاطع المصالح، مثلا إسقاط النظام. إذا كان النظام الإثيوبي يرى أن إسقاط هذا النظام سيأتي بالأمن والسلام لإثيوبيا، نحن أيضا نرى أن إسقاط هذا النظام سيأتي بالأمن والاستقرار والسلام والقوة للشعب الإريتري عشان يقدر يدافع عن أي خطر إثيوبيا أو غير إثيوبيا. نعم. بالتأكيد أتفق معك تماما. يعني للأسف هناك الكثير الذي ممكن أن نتحدث عنه وبشكل موسع، وأكيد سيكون لي بالتأكيد لقاء ولقاءات أخرى معك ومع آخرين ربما أيضا في حوارات مشتركة. ولكن دعني قبل أن أختم معك هذا اللقاء يعني أسألك عن رؤيتك لإريتريا ما بعد النظام. اليوم سقط النظام، الأستاذ بشير إسحاق، وباسمك وباسم الحركة الفيدرالية وباسم المقاومة الإريترية، كيف ترى إريتريا في ما بعد سقوط النظام، المرحلة الانتقالية وإريتريا المستقبل؟ أولا إريتريا اليوم بتعاني من أشياء كثيرة، وهي تكاد أن تكون دولة فاشلة، وبالتالي التغيير الذي يأتي من نظام ديكتاتوري المخاطر فيه هي كثيرة جدا. أنا أخاف كثيرا وأتمنى أن مخاوفي هذه لا تكون حقيقية، ولكن نحن رأينا في الصومال ما جرى في الصومال، ونرى في كثير من الدول ما يتم بعد سقوط الديكتاتوريات. أولا أنا أتمنى أن لا تتكرر الحالات التي كانت في العراق وغيرها التي رأينا، أن لا تتكرر في إريتريا، ونحن نعمل جاهدين أن لا تحصل هذه المسألة، وبالتالي ربما تحصل تنازلات كثيرة حتى لا تحصل مسائل من هذا الشكل. بمعنى أن إريتريا أن يتم فيها انتقال للسلطة سلس، وانتقال من نظام حكم إلى نظام حكم ديمقراطي بشكل سلس. ولكن أنا مستقبل إريتريا أنا متفائل جدا، متفائل إنه إريتريا إذا زال منها هذا النظام، إذا زال منها نظام الإريتري، أنا أرى إنه من يتشائمون وأن الشعب الإريتري هو يختلف دائما، وأن هناك شق أبدا لا يتردم أو جرح لا يندمج بين المجتمع، هذا كلام أنا لا أتفق معه. وبالتالي أنا لا أتفق على كل الدعوات الجزئية التي تنادي بالتشرذم والتمزق وجلد الذات والمظالم التي حاصله، الاتهام بها جهة أخرى. بمعنى إنه أنا بعتقد إنه الشعب الإريتري ربما فقط بعد ما زال هذا النظام، وإذا كانت هناك قوة سياسية واعية. الشعب الإريتري هو واعي، وأنا بعتقد إنه نحن ممكن أن نتجنب، وكما سطر الشعب الإريتري إنه هو against all odds، يعني مع كل الصعوبات حقق 3 مليون مواطن إريتري حققوا استقلال من دولة قوية في المنطقة تشكل 90 مليون ومساحتها. وأنا بعتقد الشعب الإريتري قادر أن يعمل أيضا معجزة أخرى، واللي هي أن يضع مثال لانتقال سلس. وبعد الانتقال في هذه المرحلة أنا بعتقد أن إريتريا حتتمتع. أكيد إريتريا ربما لا تملك ثروات هائلة طبيعية، ولكن
أغنى ثروة يملكها الشعب الإريتري هو تملكه إريتريا هو شعب. هو بالتأكيد. شعبها نعم. ووعي هذا الشعب نعم. ورغبته للعيش المشترك. بالتأكيد. أعتقد الجميع حريص على العيش نعم. المشترك، نعم. نعم. وهذه هي ثروتنا الحقيقية. نعم بالتأكيد، يعني شعب عظيم بالتأكيد وأرض عظيمة يستغل هذا النظام. أستاذ بشير إسحاق، سكرتير عام الحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية وعضو المجلس الوطني وعضو اللجنة أو الهيئة التشاورية المنبثقة عن ملتقى الحوار في نيروبي، كنت معي اليوم في حوار المنتدى، وأشكر لك شكرا جزيلا، وبالتأكيد سنلتقي في لقاءات كثيرة لنغطي محاور لم نستطع أن نغطيها اليوم لضيق الوقت، وشكرا لك. شكرا لك الأستاذ عمار، أنا سعيد أيضا باللقاء بك معك. لم أكن مستعدا وأنا ربما على سفري، ولكن أحببت أن أقدر ذلك. وإن شاء الله نستعد بوقت أفضل وفي مرة أخرى، وشكرا. وأنا أريد أن أقول إنه نحن لسنا أسوأ حالا من كثير من الشعوب التي حوالينا. نعم. وإنه يجب أن نحارب الإحباط ويجب أن نحارب اليأس، وإن الفجر لا قريب. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك، يا هلا بك. صوت المنتدى. صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء، استشهاد أحد مخططي عملية فورت البطولية المناضل آرون تدسي في المعتقل، وتوزيع منشورات تحذيرية في أحياء بالعاصمة أسمرة. تفاصيل الأخبار. استشهد مؤخرا المناضل آرون تدسي أحد الناشطين والمشاركين في حركة 21 من يناير عام 2013، وذلك أثناء قضائه عقوبة مفتوحة بإحدى معتقلات النظام المنتشرة كالسرطان في مختلف بقاع الوطن. وكان النظام الاستبدادي قد اعتقل المئات من المسؤولين والقادة العسكريين عقب احتوائه للعملية البطولية التي استهدفت إحداث تغييرات جوهرية في السلطة وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني وتفعيل الدستور وتحقيق الديمقراطية، وكذلك إطلاق سراح المعتقلين. وكان من ضمن المعتقلين السيد عبد الله جابر مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية، والسيد أحمد الحاج علي وزير الطاقة والتعدين، وحاكم الإقليم الجنوبي السيد مصطفى نور حسين. المناضل آرون تدسي من أسرة مناضلة بما فيها والده وعدد من أشقائه، وعرف منذ فترة النضال بآرائه الجريئة وانحيازه للحق، وكان شديد المراس في الحفاظ على أهداف الثورة وتحقيق طموحات الشعب في الديمقراطية والعدالة. ويتحدث عنه معارفه عن انتقاداته الشديدة بعد التحرير لأسلوب تسيير الحكم وانعدام الأسس الديمقراطية في تمرير القرارات، كما لم يخفي غضبه من الاعتقالات التي طالت الكثير من الوطنيين الشرفاء الذين لم توجه لهم أي تهم أو يقدموا إلى محاكمة عادلة، وقد تم تجميده أو تكليفه بمهام هامشية في الهجدف أو الحكومة، وقد دفن في مراسيم بسيطة وسرية في قريته عدي تخالة حتى لا يلفت انتباه رفاق دربه ومناصير الحرية في داخل الوطن. وتتحدث التقارير الواردة إلينا من مصادرنا أن الوطنيين الذين اعتقلوا قبل 3 سنوات في معتقلات مختلفة يعانون الآن من أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وسوء التغذية، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية، وكثيرا ما شوهد العديد منهم في مستشفيات تحت حراسة مشددة لتلقي العلاج، ومن ضمنهم العميد عمر طويل قائد هيئة الأركان سابقا. قام ناشطون إريتريون مقيمون بداخل الوطن بتاريخ 10 من يناير الحالي بتوزيع منشورات في أنحاء متفرقة من العاصمة أسمرة، وتبشر المنشورات بالتغيير وتحذر القلة الذين يتعاونون مع النظام في ارتكاب جرائمه ضد الشعب والوطن.
وقام الناشطون في الساعات الأولى من الصباح بتوزيع أعداد كبيرة من المنشورات في شارع الحرية، أكبر شوارع العاصمة أسمرة وأكثرها ازدحاما، وفي المنطقة المحيطة بوزارة التعليم وحي إندا مريم ومحطة الباصات بحي عداقة حموس. كما أوضحت مصادرنا أن عملية التوزيع تكللت بنجاح منقطع النظير لوصولها إلى أعداد كبيرة من المواطنين وانتشارها بينهم بسرعة فائقة، وأصبحت حديث المدينة حتى الآن. وتعتبر عملية التوزيع هذه مختلفة كما ونوعا عما سبقها من عمليات توزيع المنشورات في العاصمة أسمرة، لأنها أحيطت بتنظيم دقيق وانتشار واسع، واحتوت المنشورات على رسائل واضحة للأفراد الذين يتعاونون مع النظام الاستبدادي من أجل تحقيق مكاسب ذاتية وأنية ويشاركونه في ممارساته القمعية والاستبدادية، وتحذرهم من مغبة التمادي في غيهم، وعليهم تحمل تبعات ذلك بعد سقوط النظام وحدوث التغييرات المنشودة. كما بشرت المنشورات بقرب حدوث التغييرات وبشرت الشعب ببزوغ فجر الحرية والديمقراطية. نهاية النشرة. صوت المنتدى. وبهذا نأتي إلى ختام هذه الساعة. أعزائي المستمعين، لكم تحياتي وتحيات فريق المنتدى، إلى أن نلقاكم الأسبوع القادم. تصبحون على خير.